اسمعوا هنا سي تري امبورطون. كما تتحدث الوثيقة عن الوسط الإسرائيلي داخل المنطقة. اسمعوا مليح. قال لك عندنا هايلك وراي لو موفمون لو ميليو إسرائيلي étranger. اسمعوا مليح. Dans notre département ne permet pas de diffusion de propagande بارتيكولير. قال لك عندنا هاد لا مينوريتي هذه اللي عايشين لي زيزرايليان اللي راهم في منطقه القبائل، راهم متخفيين دايرين روحهم قبائل، ما نقدروش ندخلوهم معنا في البروباغندا، ما يقدروش يديروا لنا بوبليسيتي، ما يقدروش يهردروا، ما يقدروش حتى يديروا حتى ماشي محال كاع يعاونوا المجاهدين باش ما يفيقوا لهمش، على خاطر هادوما مخبيين، هادوما سبب المشاكل في الجزائر. هاد لي زيزرايليت كما سموهم هنا في هاد لو رابور. امنتونا دوكا بلي كاين اليهود، كاين الصهاينه، كاين الاسرائيليين في وسط منطقه القبائل مخبيين ودايرين روحهم قبائل. هامليك ها واش معناتها امبلونطاسيون؟ واش معناتها امبلونطاسيون؟ امبلونتي مغروسين. واش معناتها مغروس؟ يلعبها قبايلي، يلعبها قبايلي. تسمعها كي نقول لك امبلونطاسيون دو سي دو كاتيجوري لي زيزرايليت هذوما، شا معنى داير روحو قبايلي. هذا يعني انت هذا فرحات مهني، هذا لو يلعبها وليد شهيد اسرائيلي. هادو اللي رافدين لي العلم تاع الانفصال اسرائيل، هادو اللي راهم يمدوا يصفقوا في البنان كذلك. اولا واش فهمنا كونكلوزيون من هاد الوثيقه هذه اللي احنا نشرها لكم، انا رايح دوك نسكانيها ونطلعها لهم، نطلعها لكم سور ما باج فيسبوك فيصل كرشوش الصفحه الرسميه. هذه الوثيقه تتحدث عن التضليل الاعلامي المعتمد في نقل المتعمد في نقل الوقائع، يهدف الى إطالة أمد الحرب الذي كان يشنها جيش التحرير. والدليل في بداية الوثيقة تحدث مكتب لاصاص بمنطقة القبائل قال أنهم راضيين بالإصلاحات التي قامت بها الإدارة الفرنسية، وفي نفس الوقت يتناقض ويقول كثافة العمليات العسكرية تحت قيادة العقيد الشهيد عميروش، وهذا يدل على رفض القبائل للاستعمار رغم بعض الخونة. حب يقول لي الخونة